قطار سيد البلد يتخطى الزمالك ويصل إلى محطته الأخيرة أمام الأهلي في نهائي دوري أليانز للرجال لكرة السلة. الاتحاد السكندري يفوز على الزمالك 85-80 في المباراة الثالثة، وبهذا الانتصار يصعد نادي الاتحاد السكندري إلى ملاقاة النادي الأهلي في نهائي قوي جدا جدا لكرة السلة، بعد مباراة دراماتيكية وأحداث ساخنة شهدتها المباراة وتألق كالعادة للاعبي نادي الاتحاد السكندري ميدو طه وهيثم سامة. وقول زي ما انت عايز تقول، كرة السلة في اسكندرية حاجة تانية. الاتحاد السكندري هو زعيم القارة بلاعبيه بإدارته بمدربه كمان كالعادة. قطار الاتحاد لا يتوقف ويتخطى الزمالك ليصل إلى نهائي دوري أليانز أمام النادي الأهلي. فرحة في اسكندرية، فرحة لعشاق سيد البلد، لعشاق زعيم الثغر. اسكندرية الليلة عيد بفوز الاتحاد على الزمالك والصعود إلى النهائي. الصعود للنهائي يعني اقتراب خطوة بخطوة إلى تحقيق اللقب الأصبح معتاد على الإسكندرانية ومعتاد على فريق نادي الاتحاد لما يمتلكه من لاعبين سوبر لاعبين على أعلى مستوى. كفاية إن أنت بتتكلم في اتنين من أحسن لاعبي مصر، مش مصر بس، أحسن لاعبي مصر وأفريقيا والشرق الأوسط. كفاية إن أقول لك إن أحسن لاعب في مصر أحمد عادل دولة ما شاركش إلا مباراة واحدة بس أمام الزمالك، ورغم كده شفنا تألق لفريق الاتحاد السكندري من الكل بصراحة، ومن يوسف شوشة اللي النهاردة كان متألق كالعادة والثلاثيات بتاعته فاجأت تيم الزمالك وكل اللعيبة بصراحة، هيثم كمال وأنس وياسين ياسر عبد الوهاب، كله مش عايز انسى حد، بس بجد فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة في حتة ثالثة، حتة رابعة، في حتة خامسة. الليلة عيد، اسكندرية مبسوطة وسعيدة بفوز الاتحاد السكندري.